السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع حامل واولادي صغيرين. انا سجلت فيديو عن قصتي يعني في الموضوع ده، زي فضفضة كده. بس في الحقيقة ما رفعتوش، مش عارفة الامر يعني يهمكم او لا. بس قلت هعمل زي تيبس كده او خلاصة للتجربة دي، يعني ازاي يعني طلعت من الموقف ده. احنا طبعا يعني ايه، مش هنضحك على بعض، هو موقف صعب خاصة لما يكون عندك طفلين او ثلاثة، وحامل بقى في الحمل الثالث او الرابع. دي خاصة لما يكون اولادك صغيرين. انا اولادي كانوا واحد 3 سنين و3 شهور و... والتانية كانت سنة و3 شهور، وكنت عرفت ان انا حامل يا دوبك. آم، ف يعني بعد الصدمة كده، اول حاجة بعد الصدمة وخلاص انتي جبتي التست الاول والتست التاني وتأكدتي ان انتي حامل، وعديتي بقى بمرحلة الانكار بقى، وبدأتي في مرحلة الاكتئاب والزعل والخوف، الخوف من المسؤولية والخوف على صحتك، خاصة لو بتولدي قيصري. بصي، انتي بقيتي في امر واقع يعني. اللي حصل حصل خلاص، ودي ارادة ربنا. وربنا مش بيجيب لك حاجة وحشة. يعني خلصي كده المرحلة دي بدري بدري، وفوقي كده من الاكتئاب والزعل والقلق وكل الكلام ده، لانك انتي كل الزعل والعيط وكل الانهيار والكلام ده كله مش هيجيب لك حاجة، يعني مش هيفيدك بأي شيء. ما عادش في ايدك اي شيء غير ان انتي تفكك من الكلام ده كله وتخليكي في المهم. خليكي في المهم بقى، خليكي في اللي انتي فيه. تاني حاجة، سيبك من كلام الناس. نصيحة مني ومن تجربتي، يعني سيبك من الناس يعني. يعني ارضاء الناس غاية لا تدرك. انتي يعني شوفي، لو ما كنتيش حملتي كانوا برضو قالوا لك انتي ما تجيبي لهم اخ تالت. وبعدين الناس كده كده شوية وهتنساكي. فكك من الناس ومن كلام الناس ومن تريقة الناس ومن نظرة الناس لبطنك، دي حامل ليه؟ هي لحقت. سيبك منهم خالص، هما كده كده شوية كده وهينسوكي ويتلهوا في حاجة تانية. استعيني بالله، يعني ربنا هو اللي جابلك المنة دي والنعمة، يبقى اكيد ربنا هيعينك ان شاء الله. تخلصي برضو من احساس الذنب. ما تحسيش بالذنب من ناحية اولادك، ولاني انا هفطم ابني صغير، ولا اني انا ولادي لسه صغيرين وهتم بيهم ازاي وكل الكلام ده. تخلصي من شعور الذنب ده خالص، لان دي ارادة ربنا، وولادك بالعكس مش مظلومين، ولا جوزك مظلوم ولا حاجة، ولا كل الكلام اللي في دماغك ده. يمكن ربنا بيفاديكي يعني سبحان الله، كان ممكن يجي بدله مرض او حاجة زي كده، وكنتي برضو متقدريش ان انت تهتمي باولادك. افرحي كده بقى، وبعد ما تخلصي مرحلة الانكار ومرحلة الاكتئاب والشعور بالذنب وتريقة الناس وكل ده، افرحي بقى، افرحي، دي نعمة ربنا واشكريه، لازم تشكريه عليها عشان يعني متزولش يعني. فكري يعني، ابدأي حفزي نفسك بقى كده، وفكري في الجوانب الإيجابية ان هم هيكونوا أطفال ورا بعض. يعني ممكن ان انتي ان شاء الله بإذن الله بعد فترة ترتاحي، وان تعبهم كلهم يجي مع بعض. ممكن بعد كده بقى يعني بعد مثلا ما الصغير يدخل الحضانة بقى، تبدأي تتفرغي لنفسك وتبدأي تشوفي حياتك بقى، ان كنتي هتشتغلي او تدرسي او تدلعي نفسك بقى ايا ما كان. اقبلي التحدي وشجعي نفسك وحفزي نفسك ان انا قوية واقدر اعملها، اقدر اخطي المرحلة دي، اقدر اربيهم، اقدر اهتم بيهم. اهتمي بنفسك، اهتمي بنفسك ارجوك يعني. اهتمي بالفيتامينات، خدي فيتامينات الحمل، كلي اكل صحي. ام، اهتمي انت بتاكلي ايه، مش يبقى اكل كده وخلاص عشان تتخني ولا كده، لا. كلي اكل صحي، كلي خضار، كلي فاكهة، اشربي لبن. اهتمي بنفسك، اهتمي بنفسك قوي قوي قوي، وصحتك، لان رجليكي هي اللي هتشتالك وايديكي هي اللي هتعمل مصالحك يعني. صحتك دي هي اللي بقيالك. اهتمي بشكلك يعني. اهتمامك بنفسك بشكلك ده، بلبسك وانتي خارجة، ان هدومك تكون مظبطة، وان انتي تكوني هدومك مكوية، جزمتك متلمعة، الحاجات دي بتفرق في نفسيتك جدا. وبتحسسك ان انتي ما بقيتيش شلبية بقى اللي هتجر
3 عيال بقى، وهتبقي تتحولي بقى وتجيلك بقى هواجس كده ان انا خلاص راحت عليا، وان انا خلاص بقيت هبقى وحشة ومش مهتمة بنفسي وكده. لا، اهتمي بنفسك، اهتمي بنفسك قوي يعني. آه، اهتمي ببشرتك، ان انت تعملي لها غسول، ان انت تعملي لها ماسك مره في الاسبوع، ان انت تعملي صنفره لجسمك، ان انت تعملي ترطيب، ان انت تحافظي على شكلك، ان انت ما تتخنيش بعد الولاده. يعني اهم حاجه ان انت ما تتخنيش بعد الولاده، دي بتدخلك في اكتئاب. انجزي المهمات الصعبه اللي هي زي مثلا الفطام، او ان انت تقلعي ابنك الحفاضات، ان انت تعودي الطفل على انه ياكل اكل بقى انواع مختلفة من الاكل وكده، وان انت تنظمي وجباته، ان انت تعوديه على على الحمام. ان الطفل يتعود ان هو يندمج في الحضانة. آم، كل ده مهمات لازم تنجزيها قبل الولادة. اقبلي المساعدة، يعني لو مامتك موجودة ومتفرغة، لو حماتك موجودة، لو عندك اخوات لسه مش متجوزين، او اي حد ممكن يساعدك، اقبلي المساعدة. لو انتي بتنضفي في يوم من الايام، مش مشكلة ان انتي تندهي اختك تساعدك. لو انتي عايزة مثلا تعملي حاجة، مش مشكلة ان مامتك تيجي تشتغل ابنك مثلا او بنتك ساعة في الوقت اللي انتي عايزة تعملي فيه حاجة. ان انت تنزلي ابنك او بنتك لحماتك مثلا لو عندك حما. اقبلي المساعدة وما تكبريش على ان حد يساعدك. ده اكتر وقت انت بتكوني في محتاجة فيه مساعدة. اتعلمي الاولويات، يعني نظمي حياتك بالاولوية. ما يكونش مثلا عندك حاجة مهم ان انت تعمليها وحاجة تانية اقل اهمية او اقل اهمية. لا، رتبي الحاجات. اول حاجة، اهم حاجة اعملها ايه؟ هي اللي لازم انجزها دلوقتي. بعد كده يجي اللي اقل اقل اقل. إيه، لو ابنك بعد ال3 سنين، الحضانة دي حل كويس. ما تتمسكيش برأي لا انا مش هنزل ابني الحضانة ومش عايزة ابهدله والكلام ده. لا، الحضانة مش بهدلة بعد ال3 سنين، بالعكس بتنمي في اجتماعيات وبتحسن الكلام، وبيختلط وبيعرف عالم تاني غيرك. يعني بس المهم ان انت تعوديه قبل الولادة بكام شهر، لو هو اكبر من 3 سنين، علشان خاطر ما يحسش ان انت اول ما ولدتي نزلتيه. لا، قبل الولادة، قبل الولادة بكام شهر هو نزل الحضانة وتعود على الحضانة. آم، انا عملت كده مع بودي كان 3 سنين وشوية، فوديته من شهر 9 الحضانة، وانا ولادتي كانت في شهر 2، فكان اخد فترة كافية واتعلم. آم، بصي، دوري على تجارب ناجحة. يعني انا اول ما حملت في الحمل الثالث ده، وبعد ما خدت الفتره الاولانيه اللي انا قلت لكم عليها دي، بدات ادور على تجارب على النت، على بلوجز اجنبيه. بقيت الاقي ناس اجانب. على فكره الاجانب عكس الفكره اللي احنا واخدينها عنهم، بالعكس هم يعني عندهم انجاب باعداد كبيره، خاصه الامريكان. يعني بيقول عادي عندهم 4 و5 و6 وعادي يعني. آم، دوري على التجارب دي اليوتيوبرز. انا ايامها اتعرفت على حنان فلوجز، هي معاها 3 وما شاء الله عايشة حياتها بيهم. حتى منفصلة، يعني مش معاها زوجها بيساعدها ولا حاجة، وعايشة ما شاء الله أطفالها أطفال سعداء جدا. ما شاء الله، يعني هي بصراحة كانت بتحفزني جدا. يبقى دوري على تجارب ناجحة، وما تبصيش للتجارب السلبية والناس اللي حواليك اللي بتقعد تحبط فيك وتقولك ويا عيني وهتعملي ايه، والناس السلبية دي نفضك منهم خالص، ما تسمعيهمش. اعملي روتين ونظام لحياتك، امشي عليه على الاقل شهرين او 3 قبل الولادة. اعملي جدول والتزمي بيه، اجبري نفسك ان انت تلتزمي بيه. آه، تعلمي ان انت تبقي سريعة وتنجزي، علشان خاطر بعد الولادة مش هيبقى عندك وقت. لا، لازم يعني اعمل حاجة بسرعة وبإنجاز. آه، تقبلي بقى الوضع الجديد، تقبلي حياتك بالوضع الجديد اللي انت فيه. آم، يعني تقبلي بعض الخلل اللي هيحصل في مرحلة معينة.
يعني مش لازم كل يوم تطبخي طبخة كبيرة ومحشي والكلام ده، مش لازم شقتك كلها تبقى بتلمع، لا يعني تقبلي قدر معين من النظافة، ان شقتك تبقى نظيفة بقدر معين. العاب اولادك اللي على الارض دي مش عدم نظافة. المهم ان تكون انتي كانسة، انتي يعني مع الغبار كل شو يعني مثلا يومين ثلاثة، ان انتي تكون بوتاجازك نظيف، حوضك نظيف، وهكذا. علمي ان انت تنجزي المهام دي وتكون شقتك برضو على قدر من النظافة في وقت قليل جدا، زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع ازاي بعمل شغل البيت ومعايا اطفال صغيرين، هنزل لكم الرابط بتاعه. اعرفي ان دي فترة وهتعدي، ما تكتئبيش وما تستسلميش للسلبية والاحباط. آه، لو عندك قدرة مادية بقى وانت معاكي فلوس، يعني ساعدي نفسك. يعني سيبك من الكلام بتاع اللي تودي سجادة هيتغسل في المغسلة او الستاير تتغسل في المغسلة، ان دي ست خايبة او مش ست بيت او متعرفش تنظف الكلام ده. لا، انتي في مرحلة اقبلي ان انتي تودي عادي، مش لازم تقطمي ظهرك في السجاد ولا تغسلي الستاير في البانيو. لا، عادي ان انتي توديهم مغسلة وتدفعي قبالهم فلوس. عادي ان انت لو عندك مقدرة ان انت تجيبي واحدة تساعدك يوم في الاسبوع، هاتيها يا ستي. لو انت معاكي فلوس ان انت تقدري تجيبي غسالة اطباق، ان انت تقدري تجيبي مجفف ملابس، لو انت تقدري ان انت تلمي حتى نقوط الولادة او هدايا الولادة، وتجيبي حاجة جهاز يساعدك ويوفر عليكي، هاتيه يا ستي، ما تستخسريش في نفسك. آم، دي كانت خلاصة تجربتي في الوقت ده اللي هو الحمل والولادة، ومع ان اطفالي صغيرين. يا رب اكون افدتكم. واخر حاجة برضو بقولها تاني، ادعي 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 كتير، ربنا مش هيحطك في موقف وانتي مش قده. واتمنى ان انتوا تدعوا لي انتوا كمان. السلام عليكم ورحمة الله.